عاملين ايه؟ الشقه اللي انا نزلتها لكم امبارح اللي هي مقفوله بقى لها 7 سنين، ناس كتير قالت لنا انتوا عملتوا المطبخ ازاي؟ بصوا، هو كل حاجه وليها طريقه، ومش كل شقه بنعملها بنفس الطريقه. يعني لو في مطبخ حالته تعبانه قوي ومطبخ تاني في شقه تانية حالته تعبانه قوي قوي، ما بيتعملش بنفس الخطوات ونفس البروسيس. آه كل يوم وليه ظروفه، كل شقه وليها ظروفها. احقاقا للحق، انا ما دخلتش المطبخ ده، انا بس صورته. زمايلي المحترمين اللي انتوا شايفينهم هم اللي عملوه، البنات الحلوين دول هم اللي تعبوا في المطبخ، انا كنت شغال في الغرف جوه. برضه هوريك الغرف دلوقتي كانت عامله ازاي والشغل كان عامل ازاي جوه. بص، انا مش محضر انا بقول ايه، والفيديو شغال قدامي. اوكي، فمبدئيا كده لو بتحبونا بجد ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. فهم بصراحه البنات كانوا شغالين في المطبخ، وانا وزمايلي الباقيين كنا شغالين في الغرف والبلكونات والشبابيك والحاجات دي. المطبخ كانت حالته صعبه جدا، فهم يشكروا يعني اتنازلوا وقالوا لنا خلاص سيبوا لنا المطبخ احنا هنقوم بيه. هو كانت حالته صعبه جدا 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 جدا، وكم مواعين غير طبيعيه. المهم، احنا الفتره الاخيره اتشهرنا واتميزنا جدا ان احنا بنقبل الحالات والشقق اللي هي مقفوله بقالها سنين طويله، او حالتها وصلت لحاله صعبه جدا جدا جدا. ايا كان بقى السبب ملناش دعوه، يعني ايا كان ايه السبب اللي وصل الشقه دي للحاله دي ملناش دعوه، اصحابها قافلينها ليه ما يخصناش. احنا بناخد اجر وبناخد فلوس مقابل الخدمه بتاعتنا وخلاص. العميل بس بيعرفنا تفاصيل الشقه وبيصور لنا فيديو للشقه وبيعرفنا طلباته ايه، واحنا بنروح ننفذ على اكمل وجه. دورنا ان احنا نوصل له خدمته، وان احنا نرجع له حاجته كويسه على حسب طلباته. فالعميل بيتواصل معانا يعرفنا طلبه ايه، واحنا بننفذ له كل طلباته على حسب الاتفاق. في بقى كومنتات كتير بتيجي تقول لنا هو انتوا ليه ما غسلتوش السجاد ونزلتوا الستاير يا جماعه؟ احنا مرتبطين باتفاق مع عميل، بلس ان احنا اصلا ما بنغسلش سجاد في البيت. غسيل السجاد في البيت انا شايف ان ده شغلانه الدراي كلين، شغلانه المغسله بتاعت السجاد. مهما انت غسلت سجاد في البيت مش هيكون بنفس الجودة والنظافة بتاعت المغسلة. للأسف خدمة النظافة بتاعتنا مش شاملة غسيل السجاد، احنا مش بنوفرها، وقريب ان شاء الله هنوفر مغسلة خاصة بينا على مستوى محترم جدا، ان احنا نيجي ناخد السجاد من عندك نغسله ونجيبه لك، حتى لو انت مش تطلب من عندنا خدمة التنظيف المنزلي. اما الستاير دي بترجع للعميل. في عميل يقول لي والله انا عايز اغسل الستاير، في عميل بيقول لي لا والله انا عايز انفضها بس، في عميل بيقول لي لا نزلها لي لان انا هجيب ستاير جديده، في عميل بيقول لي نفضها وسيبها. فكل عميل على حسب طلباته، احنا ما بنشتغلش بمزاجنا، بنشتغل بمزاجنا في طريقه الشغل بتاعتنا، في الخطوات بتاعتنا، في ان ازاي بنسلم للعميل حاجه كويسه. لكن بمزاجنا في الشغل المطلوب لا، دي بتكون على حسب دماغ العميل. زي ما انتم شايفين البنوته شغاله في البوتاجاز، وفي بنات جنبها شغالين في الرخام والمواعين والدواليب بتاعه المطبخ والحوائط والارضيات. فالحمد لله كان المجهود كبير، بس الحمد لله ما طولناش قوي في الشقه دي احنا كنا فيها 8 افراد، بدأنا فيها الساعة 10 الصبح وخلصناها تقريبا الساعة 5. فبصراحة أنا شايف إن هو إنجاز، والتوقيت كويس جدا وما طولناش الحمد لله. وكان هدفنا في الآخر إن العميلة لما تيجي تشوف حاجتها تلاقيها رجعت فعلا كويسة ونظيفة، وده اللي حصل والله الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، والله المطبخ رجع زي الفل. البلكونة اللي ورا اتعملت، الدواليب دي اتعملت من جوه ومن بره، المواعين كلها اتغسلت الحمد لله، التلاجة اتعملت من بره وجوه، كل الأجهزة الكهربائية رجعت نظيفة وبتلمع، البوتاجاز والغسالات والحوض، كل حاجة رجعت زي الفل. احنا بيبقى هدفنا في الاخر ان العميل يطلع مبسوط واحنا نمشي مبسوطين ومخلصين شغلنا، والعميل يدعي لنا دعوة حلوة وبس كده. اتمنى انتوا كمان تدعوا لنا دعوة حلوة وتدعمونا بلايك وكومنت وشير. شكرا جدا.